مساء الفل. حسين الشحات، ناخد الموضوع من الاول. شيكابالا قال لرئيس اتحاد الكوره: هو انت اهلاوي؟ خدت ايه 8 ماتشات. امام عاشور بفيديو كده متصور بكاميرا موبايل جوه اوضه خد 12 ماتش. الشناوي اتوقف شويه، جه قال لك ده هي الاهلي بيمثل مصر في افريقيا فهنخفف العقوبه، وخففوا العقوبه عن الشناوي. جه كهربا خد 12 ماتش ما تنفذش منهم ماتش واحد. جه دونجا خد 4 ماتشات ما تنفذش منهم ولا ماتش واحد. جه بقى اخر حاجه بقى حسين الشحات، سب الدين وضرب لعيب بيراميدز بالقلم، خد ماتشين. مرتضى منصور معزول وقاعد في الزمالك بيطلع قرارات وبيانات ومؤتمرات وماسك الحديد وعمال يتكلم ليل ونهار. العيب مش في الناس دي كلها، ولا عيب في مرتضى منصور، ولا عيب في حسين الشحات، ولا شيكابالا، ولا الشناوي، ولا امام عاشور، ولا دونجا، ولا العيب في الناس دي كلها، ولا كهربا، ولا عيب في الناس دي كلها. العيب في اللي بيطبق القانون. القانون معمول عشان اللي يغلط ياخد القانون بتاعه ويتعاقب. احنا عندنا لا، احنا عندنا اللي يغلط يفضل شغال عادي، مفيش اي حاجه ومفيش قانون ومفيش اي حاجه. طب ايه لازمته بقى؟ ايه لازمه القانون اللي انت عامله واللوائح اللي انت حاططها؟ وكل بند انت اللي يعمل كده يتخصم منه كذا، يعمل كده تاخد في ماتشين 4 6 8 6 شهور سنه سنتين، وفي الاخر انت ما بتعملش حاجه. وفي الاخر انت ما بتنفذش حاجه من اللي انت بتقولها. فاحنا يعني تلغي بقى القوانين وتمشيها قعده عرب كده وحب كده، انت تاخد لك ماتشين يلا، تاخد لك 4 يلا، انت تاخد لك 6 انت ما تاخدش حاجه. يا تظبطوا الدنيا، يا تجيبوا بقى ناس من بره بقى تدير الدنيا، تكون بقى ناس محترفه من بره تيجي هي اللي تدير الكوره. ما مش عارف، بس طول ما احنا ماشيين بالاهواء الشخصيه دي وبالمزاج والكيف، والناس ده خايفه من مرتضى، خايفين من الاهلي، بيعملوا اعتبار اللي مش عارف مين، سايبين مرتضى شغال، سايبين مش عارف اللعيبه ما تتوقفش. مش عارف. طول ما احنا كده مفيش حل، ولا هيتصلح، ولا يبقى في كوره، ولا يبقى في اي حاجه خالص. قانون عقاب يتوقف اللعيبه، اي لعيبه، بغض النظر عن اهلي وزمالك. بره احنا بنشوف اللعيب بيطلع انت وقفت ماتشين خلاص، ما مفيش بقى اجل له العقوبه شويه والنبي، لا خليها له ماتشين، لا خليها له النبي عشان ده بيلعب باسم انجلترا. مفيش الحاجات دي كلها. فاحنا عشان تصلح حالنا لازم تطبق قوانين. شكرا.